قبل ما ابدا ده ملخص الموسم الثالث من مسلسل ريتشر. لينك المواسم اللي فاتت هتلاقوها تحت في الوصف. وبدون ما اطول عليكم يلا نكمل. اخر حاجه شفناها ان ريتشر واصحابه قدروا يقتلوا لانجستون والارهابي وخدوا ال 65 مليون دولار ووزعوهم على الجمعيات الخيريه واهالي الناس اللي ماتوا. ودلوقتي وبعد مرور سنه ريتشر بيوصل لولايه ماين وبيخش المحل ده علشان يبيع اسطوانات قديمه، وصاحب المحل بيقول له مستحيل حد يشتري مني الحاجات دي. ريتشر قال له في جامعة قريبة من هنا واكيد في طلاب هيعوزوا يشتروا اي حاجة قديمة. وبعدها ريتشر بيحس بحاجة هتحصل بره المحل وبيشوف مجرم مستني ولد مراهق خارج من الجامعة وبيركب عربيته. وبعدها المجرم دخل في عربية المراهق لحد ما السواق اغمى عليه ونزل وخطف المراهق تحت تهديد السلاح ورمى قنابل في العربية. وريتشر خرج من المحل بس المجرم فتح عليه النار وساق الشاحنة علشان يهرب، لكن ريتشر ضرب نار على كاوتشات عربيته وخلاها تتوقف. وبعدها قتل المجرم وخد المراهق وقال له لازم تركب معايا علشان ممكن زمايل المجرم يوصلوا وفي شخص بيظهر فجأة. بس ريتشر ضربه بالنار وريتشر بيتصدم لان بيطلع ان الراجل ده ضابط شرطة وبيحس انه هيقع في مشكلة كبيرة، فبيتحرك بسرعة بالعربية لكن في عربية شرطة بتطارده وبيضربوا عليه نار. وريتشر بيحاول يهرب من عربية الشرطة وبيعرف يتخلص منها وبيخليها تلبس في عربيات في الشارع. وريتشر بعدها وقف في جراج علشان يغير عربيته لان الشرطة بقت عارفاها، وبيقتحم العربية دي وبيعرف يدورها وبيروح يمسح بصماته من على عربيته القديمة. وكان عاوز يسيب المراهق ويتحرك لوحده لانه مش عاوز مشاكل اكتر من كده، بس المراهق اللي اسمه بيك بيرفض وبيقول له ما تسيبنيش لوحدي في الشارع، على الاقل وصلني للبيت قبل ما المجرمين يحاولوا يخطفوني تاني، وابويا غني وعنده علاقات وممكن يساعدك لانك انقذتني من الاختطاف. وبيك بيحكي له انه اتخطف قبل كده من 5 سنين واللي خطفوني كانوا طالبين فدية من ابويا وابويا في الاول رفض، فالمجرمين قطعوا وداني وبعتوها لابويا فابويا اضطر يدفع الفدية. وريتشر بيسأله ابوك شغال ايه؟ بيك قال له ابويا تاجر سجاجيد وبسبب الثروة اللي هو بيمتلكها انا بقيت عرضة للاختطاف. وريتشر بيفهم ان السواق اللي مات في العربية كان البودي جارد بتاعه وبيقول له قول لابوك يعين بودي جارد افضل من كده لان المجرم اللي هجم عليك كان محترف والولاية لا كان زمالك مخطوف. فبيك بيقول له خلاص وصلني البيت علشان ابويا يدفع لك فلوس مقابل انقاذك ليا. وريتشر بيفكر في كلام بيك وبيوافق وبيتحركوا بالعربية على قصر ابو بيك. ولما بيوصلوا الحارس بتاع القصر اللي اسمه بولي بيؤمر ريتشر يخرج من العربية علشان عاوز يفتشه قبل ما يخش القصر. وريتشر بينزل من العربية وبنلاحظ ان بولي اضخم واكبر بكتير من ريتشر، وريتشر بيتوتر لانه اول مرة يقابل شخص اضخم منه. وبيتفقد المكان وبيلاقيه في كاميرات مراقبة وسلك شايك على السور، وبيدرك ان النظام الامني للقصر ده جديد. وبولي بعد ما خلص تفتيش بيقول له انا كان نفسي الاقي معاك حاجة علشان يبقى سبب اضربك علشانه. وريتشر مش بيحب الراجل ده نهائي لان طريقته في الكلام وحشة، وبيسأل بيك هو على طول بولي بيكلم الضيوف عندكم بالاسلوب ده؟ بيك قال له بولي واخد صلاحيات يعمل اللي هو عايزه. ريتشر قال له ابوك عنده نظام امني قوي بالرغم انه تاجر سجاجيد. وبعدها بيخشوا المطبخ علشان بيك يقدم اكل لريتشر، بس رئيس الامن اتشابمن بيقول لهم مفيش وقت للاكل، وبيقول لريتشر السيد زكاري عاوز يقابلك حالا وبيطلب يقابلك لوحدك. فريتشر بيروح يقابل زكاري ابو بيك، وزكاري كان معجب ان ريتشر كان منتبه ولاحظ المجرم قبل ما يخطف ابنه وكمان عرف يتصرف مع الموقف. وبيسأله انت اتعلمت الحاجات دي فين؟ فريتشر بيقول له انا كنت في الجيش وتحديدا في الوحدة 110 وبصرف من المعاش بتاع الجيش وماليش بيت عايش فيه، انا بتنقل من مدينة لمدينة علشان مش بحب افضل عايش في مكان واحد، وبخلي معايا مسدس تحسبا لأي ظرف. وحاليا انا في مشكلة لاني قتلت ضابط شرطة، فانا محتاج فلوس ومكان استخبي فيه لبضعة ايام، وهشتري بالفلوس هوية مزيفة وهبدأ حياة جديدة. زكاري قال له ده طلب مش بسيط لكني هساعدك لانك انقذت حياة ابني. وريتشر بيحس ان زكاري مش واثق فيه فبيمسك الكوباية دي كويس بصوابعه وبيقول له كده تقدر تفحص بصماتي وتعرفني كويس علشان تثق فيا. وبعدها بيجي تشابمن علشان ياخد ريتشر، وريتشر
بيروح يتكلم مع بيك وبيقول له انا مستغرب ان ابوك ما جاش شافك علشان يطمن عليك. بيك قال له ابويا اكتفى انه يتصل بيا ويسالني انت كويس ولا لا. فريتشارد بيساله عن والدته. بيك قال له والدتي ماتت من وانا عندي 4 سنين. وتشابمن بياخد ريتشارد علشان يقابل زكاري تاني في الحظيره، وزكاري بيقول له موظف محل الاسطوانات اللي انت كنت فيه وصف شكلك وجسمك للشرطه، بس ما تقلقش لان الشرطه ما وصلتش لاسمك، وانا استخدمت علاقاتي وفحصت بصماتك وعرفت انك خدت اوسمة شرف كتير في الجيش وكنت ضابط جيش كفء وقدمت خدمتك على اكمل وجه، وانا بعرض عليك عرض اهم من الفلوس اللي انت طلبتها، وانك تشتغل عندي في الحراسة لاني راجل غني وبتعرض للهجوم كتير. بس الاول هنعمل لك اختبار. وبولي بيديله مسدس ورصاصة واحدة، ولازم على ريتشارد يحط الرصاصة ويلف ساقية المسدس ويضرب على نفسه نار، وهو ريتشارد بيقلق لانه ممكن يموت في اختبار زي ده. زكاري قال له الاختبار ده علشان اختبر شجاعتك واشوف هل هتنفذ اوامري بعد كده ولا لا، وانت قدامك اختيارين ملهمش تالت، يا تاخد المسدس يا اما هنسلمك للشرطة. فريتشارد بيضطر يحط الرصاصة في المسدس وبيلف الساقية وبيضرب على نفسه نار، لكن لحسن حظه الرصاصة بتطلع فاضية، وهو ريتشارد المجنون ضرب على نفسه تاني وتالت علشان يثبت لهم انه مش بيخاف من حاجة. وزكاري بيشد منه المسدس وبيقول له خلاص انت اثبتت وجهة نظرك واهلا بيك في الفريق. وتشيبمان بياخد ريتشارد لاوضته اللي هينام فيها وبيقول له بكرة الصبح هتبدأ اول يوم شغل ليك. وريتشارد بيفتش في الأوضة علشان يتأكد انها ما فيهاش اي كاميرا او جهاز تجسس، وبيطلع تليفون صغير من كعب جزمته وبيتصل بزميلة ليه في المباحث وبيقول لها انا دخلت بالفعل لبيت زكاري. وبنروح في فلاش باك قبلها بعدة ايام، وريتشارد بيشوف شاب رايح يقعد جنب واحدة ست وبنتها، فريتشارد بيروح يقعد جنب الشاب ده وبيقول له بلاش تعمل اللي انت بتفكر فيه، انا فاهم نيتك كويس، انت عايز تركب الاتوبيس اللي جاي مع الست وهتسرق شنطتها في الاتوبيس وبعدها هتهرب، وبالنسبة لك الست دي صيدة سهلة لانها لوحدها ومعها طفل صغير، فالطفل الصغير هيبقى مشتت للام عقبال ما انت تسرق الشنطة. والشاب بيتفاجئ منه وبيسأله انت ظابط؟ ريتشارد قال له مش لازم ابقى ظابط علشان افهم نواياك، وبيديله $100 وبيقول له روح دور على شغل وخليك حذر لان ممكن المرة الجاية ظابط حقيقي اللي يمسكك. والشاب بيشكره. وبينما وريتشارد قاعد بيخرج من المحل شخص صيني ريتشارد كان معتقد انه ميت، وبيركب عربيته وبيتحرك، وريتشارد بمجرد ما شافه حاول يلحقه بس فشل وحفظ رقم العربية، وعلى طول اتصل بواحدة زميلته في الجيش، لكن الرائد باول اللي رد عليه. وريتشارد بيطلب منه يدخل رقم العربية على قاعدة بيانات الجيش وتجيب لي كل المعلومات عنها، بس باول بيقول له ان قاعدة البيانات بيتعمل فيها صيانة فمش هقدر اوصل للبيانات دلوقتي. ريتشارد قال له مش مشكلة هتصل بيك بعدين، وبيرجع للفندق اللي قاعد فيه وبيتفاجئ بزيارة من عملاء المباحث الأمريكية، والعميلة سوزان بتقول له احنا بنحقق بخصوص شركة لاستيراد السجاجيد اسمها بيزار، واحنا عندنا اعتقاد ان الشركة دي مش بتستورد السجاجيد بس، لا شغالة كمان في الممنوعات، وعرفنا ان في تاجر ممنوعات كبير اسمه برادو سافر لولاية ماين علشان يقابل صاحب شركة بيزار اللي اسمه زكاري، فبالتالي زكاري هو اللي بيدي الممنوعات لبرادو. لكن المشكلة اننا لسه مش قادرين نوصل لعنوان زكاري ومش عارفين نمسك عليه حاجة. فريتشارد بيقول لهم وانا مالي بالموضوع ده؟ سوزان قالت له احنا عرفنا من الجيش انك بتدور على بيانات عربية معينة، وطلع ان العربية دي اصلا عربية تبع زكاري، فبالتالي احنا جينالك علشان نفهم السبب اللي خلاك تبحث عن العربية دي. والظابط فيلانوفا بيقول له احنا عرفنا انك كنت ظابط جيش شاطر فعلشان كده عايزينك تساعدنا في التحقيق. ريتشارد بيوافق يساعدهم بس بشرط انهم يدوروا في سجلات المستشفيات في ولاية فيرجينيا لسنة 2012 عن شخص صيني عنده 40 سنة وكان عنده إصابة ضرب نار في دماغه وغالبا مات غرقان، ولما تجيبوا معلومات بخصوص الشخص ده ساعتها هساعدكم في القضية بتاعتكم. وبيسيبهم وبيمشي. وتاني يوم الصبح سوزان جابت له المعلومات اللي هو محتاجها وبتقول له الشخص الصيني ده غرق فعلا وكان المفروض يموت، بس غفر السواحل لقوا جثته أنقذوه، والمية وقفت نزيف الدم اللي عنده، والدكاترة اشتغلوا على حالته وعالجوه، بس قالوا إنه جاله فقدان في الذاكرة ونسى يوم الحادثة اللي حصلت له. وسوزان بتسأله مين الشخص ده وإيه حكايته. ريتشارد قال لها ده اسمه كوين وكان شغال في المخابرات العسكرية وباع أسرار الدولة لدولة معادية لينا،
ومعرفناش نقبض عليه، وهو كان دايما بيتعامل مع زعماء عصابات، وكوين ده من أسوأ الشخصيات اللي قابلتها في حياتي. فسوزان بتفهم ان ريتشارد شاف كوين في عربية من عربيات زكاري، وبتقول له احنا كده مهمتنا واحدة، انت عايز تلاقي كوين واحنا عايزين نقبض على زكاري متلبس. وسوزان بتطلع تتمشى مع ريتشارد وتتكلم معاه براحتهم، وبتقول له احنا بنحقق بشكل غير رسمي علشان مش عايزة زكاري يفلت مننا. وسوزان بتحكي له ان في مخبرة تبعها اسمها تريزا اشتغلت في شركة بيزار لكنها اختفت فجأة، وانا نفسي اعرف حصل لها ايه، وانت دورك انك تخش تشتغل في شركة بيزار وتبقى قريب من زكاري وتجيب معلومات عنه. وريتشارد بيسألها عن خطتها، فبتقول له زكاري عنده ابن اسمه بيك وده من 5 سنين اتخطف، فالخطة اننا نجيب شخص ويحاول يخطف بيك تاني وانت تتدخل وتنقذ بيك، وبالتالي زكاري هيعجب بيك واحتمال كبير يشغلك عنده. وريتشارد بيعجب بالخطة وبيبدأوا يجهزوا نفسهم، وإليوت بيتطوع انه يعمل دور المجرم اللي هيخطف بيك، وبيجيبوا معدات سينما علشان يمثلوا ان إليوت هيتضرب بالنار وهيخرج من جسمه دم. بس ريتشارد كان قلقان من حاجة، واني بعد ما انقذ بيك يطلب مني اوصله للشرطة، وهو لو ده حصل فخطتنا هتبوظ، وانا بقترح اني اقتل شرطي بالغلط علشان بيك ما يطلبش مني اوصله للشرطة ويطلب مني اوصله للبيت. فبيتفقوا ان فيلانوفا يعمل دور الشرطي اللي هيموت، وفيلانوفا بيديله اسطوانات الاغاني علشان ريتشارد يتظاهر انه هيبيعها، وده يبقى سبب يخليه يكون متواجد قريب من كلية بيك. وبيكملوا نقاش في باقي تفاصيل الخطة، وبعدها بتتم المهمة بنجاح زي ما شفنا. وريتشارد اشتغل عند زكاري، وفي الوقت الحالي ريتشارد كان اتصل بسوزان وحكى لها بكل اللي حصل معاه، وهي بتقول له احنا قبضنا على البودي جارد علشان نستجوبه ونطلع منه بأي معلومات. وريتشارد بيفضل صاحي ل3 الفجر بحيث يكون كل اللي في القصر ناموا، وبيخرج من الشباك ورايح يتفقد القصر، وبيخش للحظيرة اللي دخلها الصبح، وبيلاحظ وجود مدخل لقابو تحت الأرض، فبينزل للقابو ده وبيتفقد المكان، وبيلاقي سرير وطبق فيه أكل، وبيتصل بسوزان وبيقول لها أنا لقيت حلقة تريزا وشكلها كانت محبوسة هنا، وغالبا هم خدوها المكان تاني. وسوزان بتقلق وبتحس إنهم هيقتلوا تريزا، وبتروح تضرب البودي جارد علشان يقول لها على مكان تريزا، بس هو ما كانش يعرف حاجة. وإليوت وفيلانوفا بيهدوا سوزان، وريتشارد بيخرج من الحظيرة وبيشوف عربية وصلت القصر، وبيسمع تشابمن بيقول إنه رايح لأوضة ريتشارد، فريتشارد بيتحرك بسرعة علشان يرجع لأوضته، وبيحاول يتسلق القصر ويوصل قبل تشابمن لكنه بيتعطل وبيتزحلق. وتشابمن دخل أوضة ريتشارد وما لقاهوش، وشاف الشباك مفتوح وشك إن ريتشارد هرب، لكن ريتشارد خرج قدامه من الحمام. وتشابمن بيقول له في مهمة انت هتعملها، احنا لقينا عربية المجرم اللي حاول يخطف بيك وموجودة في جراج الشرطة، وفي شخص معايا تحت اسمه أنجل، هتروحوا انتوا الاتنين سوا لجراج الشرطة وهتقول لأنجل على العربية واحنا هنفتش وراها علشان نعرف مين اللي كان عاوز يخطف بيك. وريتشارد بيوافق وبيخلي تشابمن يمشي علشان يلبس هدومه، وراح اتصل بسوزان وقال لها على اللي هيحصل، وهي بتقول له ما تقلقش، لو فحصوا العربية اللي كان راكبها إليوت مش هيوصلوا لأي حاجة. ريتشارد سألها وعربية البودي جارد راحت فين؟ قالت له راحت لنفس الجراج. فريتشارد قال لها دي مشكلة كبيرة لأن بيك شاف إليوت حطوا قنبلة في عربية البودي جارد، وبالتالي البودي جارد مات وانفجر، فلو رحنا ولقينا العربية زي ما هي هيشكوا إن في حاجة غلط. وسوزان أدركت حجم المشكلة وقررت تروح بسرعة للجراج علشان تفك نمر العربية قبل ما ريتشارد وأنجل يوصلوا. وبعدها ريتشارد وأنجل بيتحركوا سوا، وأنجل كان بيتكلم كتير جدا فبيقول بالغلط معلومات مهمة، وإن زكاري مش هو المتحكم الأول في كل حاجة. وبعدها بيقفوا في البنزينة وريتشارد بيحاول يضيع وقت عقبال ما سوزان توصل قبلهم للجراج، وفعلا بتقدر توصل قبلهم وبتخش الجراج، لكن مش بيعدي وقت كبير وريتشارد وأنجل بيوصلوا، وأنجل بيتكلم مع الضابط المسؤول وبيعرض عليه رشوة علشان يخش الجراج، لكن الضابط بيرفض الرشوة. فأنجل كان عاوز يطلع مسدسه علشان يقتله، فريتشارد اضطر يضرب الضابط ويفقده الوعي بدل ما الضابط بريء يموت. وبعدها بيخشوا الجراج وأنجل بيلاقي العربية اللي كان جاي علشانها وبيصور النمر بتاعتها، وريتشارد كان عاوز يمشي بعدها بس أنجل بيلاحظ وجود عربية البوديجارد وبيستغرب إن مفيش أي أثر لدم أو أشلاء البوديجارد، وبيطلع إن سوزان مستخبية تحت العربية وقدرت تفك نمر العربية وركبت نمرتين
تانية، وريتشارد بيقول لأنجل دي مش عربية البودي جارد لأن نمرة العربية تخص ولاية تانية وفي عربيات كتير بنفس مواصفات عربية البودي جارد. وأنجل بيقتنع وبيمشي، وهي سوزان اطمنت بعد ما مشيوا. وبعدها بيرجعوا القصر زكاري، وريتشارد بيطلع اوضته علشان ينام، بس زكاري بيخش عليه وبيقول له عندك مهمة تانية، وبيأمره يروح الجيم حالا. وهو ريتشارد مش بيعرف ينام، وزكاري بيروح لابنه، ودي بتبقى أول مرة يشوفه فيها من ساعة ما اتخطف، وبيصحيه من النوم وبيقول له ما تقلقش، موضوع اختطافك ده مش هيتكرر تاني. بيك قال له لولا ريتشارد لكان زمان اتخطفت، وانا مش ناسي ان وداني اتقطعت بسبب انك رفضت تدفع الفدية بتاعتي زمان. وزكاري بيفهم ان ابنه لسه متضايق منه. وبعدها ريتشارد بيروح الجيم وبيشوف بولي هناك اللي كان بيتمرن باوزان كبيرة في تمرينة الشيست، وهو بيستهزأ بريتشارد وبيسأله تقدر تشيل كام في تمرينة الشيست. ريتشارد قال له عضلة الشيست مش مهمة لانها مش بتبين قوة البني ادم، وبيقنعوا يلعبوا لعبة تانية هتبين مين اقوى فيهم. واللعبة ان ريتشارد يحاول يزق ايد بولي لتحت وبولي يحاول يمنعه، بس ريتشارد بيطلع منه فخ وبيسيب ايده فجأة، فبولي ضرب نفسه وبولي بيتعصب وكان هيضربه، بس تشيبمان بيسكته وبيقول لهم يلا علشان نبدأ المهمة بتاعتنا. وتشيبمان بياخد ريتشارد للمخزن وبيأمره يسوق الشاحنة دي ويوصلها لمكان معين، وبيقول له اياك تفتح المقطورة وتفتش محتوياتها، والشاحنة فيها جهاز تتبع فاحنا هنعرف كل تحركاتك. وريتشارد بيوافق وبيتحرك بالعربية وبيتصل بسوزان وبيقول لها احنا لازم نفتش محتويات المقطورة علشان جايز يبقى فيها ممنوعات، بس لازم اتوقف في البنزينة علشان ابان قدامهم اني بجيب قهوة. وبيتفقوا على البنزينة اللي هيتقابلوا فيها. وبعدها ريتشارد بيتصل بزميلته نيلي وبيديها اسامي بولي وتشيبمان وانجل وبيطلب منها تجمع عنهم شوية معلومات، ونيلي بتوافق وبتقول له يومين وهجيب لك اخبارهم، وبتعرض عليه تساعده في القضية اللي هو فيها، بس ريتشارد بيرفض خوفا عليها. وبعدها ريتشارد بيوصل لجراج البنزينة وفيلانوفا بيفتح المقطورة وهو بيلاقيها مليانة سجاجيد، بس بيجيبوا ضابط شرطة وبيخلوه يفتش المقطورة بكلب بوليسي. وبعد ما الكلب شمشم طلع ان المقطورة ما فيهاش اي مواد ممنوعات، فبيدركوا ان زكاري امر ريتشارد ينفذ المهمة دي علشان يختبروا ويشوفوا هيبقى امين ولا لا. وبعدها ريتشارد بيتحرك بالشاحنة وبيسلمها للوجهة بتاعته، وبعدها بياخد مفاتيح شاحنة تانية علشان يرجع بيها لمخزن الشركة. وبالليل لما ريتشارد رجع بيقابل انجل لوحده اللي كان شاكك في ريتشارد، وبيقول له مشوارنا سوا لجراج الشرطة كان في حاجات كتير مريبة منك، من اول انك ضيعت وقت كتير في البنزينة وما خلتنيش اقتل الضابط، وبتدعي ان العربية الاودي ما كانتش بتاعة البودي جارد، فانا شاكك انك شغال مع الشرطة وهقول لتشابمان على الكلام ده. فريتشارد بدون تردد ضرب راسه في المكتب وقتله وخبى جثته تحت المكتب، وبعدها خرج وانضم لتشيبمان ومشيوا. وتشيبمان بيسأل ريتشارد هل انجل قالك اي معلومات لانه كان قايل لي انه عنده اخبار جديدة. ريتشارد قال له لا ما قاليش اي حاجة. وبعدها تشيبمان بيوصل ريتشارد للقصر وبيأمره يروح يقابل زكاري، وزكاري بيقول له انجل فتش عن العربية اللي كان سايقها المجرم وطلع انها مملوكة لشركة احنا شغالين معاها، لكن مفيش ولا فرد في الشركة مواصفاته متطابقة مع مواصفات الشخص اللي انت قلت عليه، فيا اما المجرم سرق العربية يا اما انت وصفت غلط. ريتشارد قال له في احتمال تالت، وان الشركة اللي انت بتتكلم عنها دي كانت عايزة تخطف ابنك علشان يبعتوا ليك رسالة معينة ويتفوقوا عليك في الشغل، وانا متأكد من وصفي لاني ضابط جيش سابق وبركز في كل التفاصيل، فاحنا لازم نروح للشركة دي ونهجم عليها قبل ما يهجموا علينا تاني. زكاري بيقول له انا اللي هفكر وهاخد القرار وبيأمره يمشي. وبعدها نيلي بتتصل بريتشارد وبتكون جابت له كل المعلومات عن بولي وانجل وتشيبمان، وبتقول له دول كانوا ضباط في الجيش بس كلهم دخلوا السجن علشان ضربوا المسؤولين في الجيش، وبتقول له صعب تتعامل مع الثلاثة دول لوحدك. قال لها ما تقلقيش كله تحت السيطرة وفي واحد منهم مات بالفعل. وهي بتسأله ايه القضية اللي انت شغال عليها؟ قال لها انا بدور على كوين، انا كنت مفكره ميت من سنين بس طلع عايش ولسه مش عارف ايه علاقته بزكاري بس اكيد هعرف. ونيلي بتتصدم لما سمعت اسم كوين وكانت عايزة تنضم لريتشارد، بس ريتشارد قفل في وشها السكة وبيتصل بسوزان وبيطلب منها تبعت له عربية قريب من قصر زكاري علشان لازم اروح اشيل جثة انجل، وسوزان بتوافق. وريتشارد كالعادة بيخرج من شباك الأوضة في الفجر، ولأن القصر فيه كاميرات وحراسة في كل مكان فبيقرر يهرب عن طريق البحر وبيقلع هدومه وبينزل يعوم لحد ما يخرج بره محيط القصر. وبعدها لقى سوزان مستنياه بالعربية علشان عايزة تدور معاه على تريزا، وبعدها بيتحركوا وبيوصلوا للمخزن
وبيفتشوا في المكان عن تريزا او اي شيء ممكن يكون مفيد، بس مش بيلاقوا اي حاجة. وسوزان بتتعصب انهم ضيعوا وقتهم، وبعدها بيطلعوا جثة انجل وبيحطوا جثته في احدى الحاويات. وسوزان بتاخد اللابتوب بتاع انجل وكانوا هينضفوا اثار الدم، بس بيلاقوا ان في 2 سواقين وصلوا المخزن. وريتشارد بيقول لها لو شافونا هيقتلونا على الفور، فلازم نتخلص منهم، بس ما ينفعش نقتلهم بالمسدسات علشان لو في طلقة طايشة خرجت مننا زكاري هيشك ان في حد بيراقبه، وبالتالي ممكن يشك فيا اول واحد. فهم الاتنين بيقرروا يستخبوا وبيهجموا على السواقين مرة واحدة. وريتشارد بيخلص على اول واحد وبيقتل التاني بطعنة في بطنه، وبعدها بيتحركوا بعد ما خبوا جثثهم في الحاوية مع انجل. وريتشارد بيديها لبسه وبيرجع للقصر عن طريق البحر وبيلبس اللبس اللي كان سايبه. وتاني يوم الصبح ريتشارد بيلاقي زكاري وتشيبمان بيتكلموا عن اختفاء 2 من السواقين بتوعهم، وزكاري متعصب لان السواقين دول كانوا هيوصلوا شحنة مهمة، وبيقول انا كده هخش في مشكلة. فريتشارد بيقترح انه يوصل الشحنة دي بنفسه، بس زكاري بيرفض وبيقول له انت هتنفذ اللي بأمره منك وبس، وانا النهاردة عايزك تاخد بيك للمدينة علشان عايز يشتري شوية حاجات. وريتشارد بيضطر يطيع اوامره، وهو خارج بالعربية كان هيدوس بهولي، وبيسأل بيك وبيقول له ليه والدك مشغل واحد مختل عقليا زي بولي؟ بيك قال له مش ابويا اللي مشغله، مدير ابويا اللي اسمه مكيب هو اللي مشغله. فريتشارد بيقول له ايه نوع الشغل اللي ما بين والدك ومكيب؟ بس بيك بيرفض يقول اي حاجة وبيقول له هما بيشتغلوا في تجارة السجاد. وريتشارد بيدرك ان بيك عارف حاجة بس مش عاوز يتكلم، وبيقول له انا قتلت ضابط وخطرت بحياتي علشانك، فانا بطلب منك تقول لي انا متورط في ايه. لكن بيك بيمتنع عن الكلام وبيفضل ساكت. وبيروحوا المحل الهدايا وبيك بيشتري هدية علشان عيد ميلاد والده. وريتشارد بيخش الحمام وبيكلم سوزان وبيقول لها زكاري هيسلم شحنة مهمة جدا النهاردة في المينا. وسوزان بتقول له انا لقيت ميعاد الشحنة بتاعت النهاردة على اللابتوب، بس مفيش اي بيانات تانية مكتوبة، فهروح انا وفيلانوفا نراقب رصيف المينا وهنستنى الشحنة دي وهنراقب الوضع. وريتشارد بيقول لها انا عرفت من بيك ان رئيس زكاري اسمه مكيب، بس انا مش قادر اعرف معلومات كتير، فلازم اترقى واكون دراع زكاري اليمين علشان اقدر اعرف معلومات اكتر، وعلشان اعمل كده لازم اتخلص من تشيبمان. وريتشارد بتيجي في دماغه فكرة وبيأمر سوزان تبعت ايميل لزكاري من اللابتوب بتاع انجل، وزكاري طبعا هيظن ان الايميل جاي من انجل وتقولي فيه انا عرفت مكان المجرمين اللي كانوا عايزين يخطفوا بيك، ويبعتيله لوكيشن لبيت مهجور في الغابة. وسوزان بتوافق، واثناء وهما بيتكلموا بيك بيخرج من المحل ومستني ريتشارد، بس بيظهر بعض زمايل بيك من المدرسة، والولاد دول ما كانوش بيحبوا بيك لان زكاري اشترى المصانع اللي ابهات الولاد دي كانوا شغالين فيها، وبعدين زكاري قفل المصانع وابهاتهم خسروا وظايفهم، وبيتنمروا على ودان بيك وبياخدوا منه الهدية وبيدوسوا عليها. والمتنمر بيقول له انت عايش في قصر فخم واحنا عمالين بنتنقل من بيت لبيت بسبب ابوك. وريتشارد بيظهر وبيقول له لازم كل واحد فينا يتقبل القدر بتاعه، ونصيحة مني خد بعضك وامشي قبل ما اذيكوا. والمتنمر مش بيهتم لكلامه وبيوقع بيك، فريتشارد بيقرر يهجم عليهم، وهي طبعا مش بياخدوا غلوة في ايد ريتشارد وبيكسر عظمهم كلهم، وبيمسك المتنمر وبيكسر بيه ازاز العربية. وبيك بيتبسط من اللي ريتشارد عمله وبيقعد معاه وبيحكي له وبيقول له انا بيتم التنمر عليا من ايام ابتدائي علشان ماليش صحاب، وابويا شخص سيء وبيأذي الناس البسيطة، انا بقى عندي حلم اهرب من القصر واختفي تماما. ريتشارد قال له هي دي الحياة اللي انا عايشها، انا بتنقل من بلد لبلد ومش مهتم جيبي في كام، لو حابب تعيش العيشة دي فانا ممكن اساعدك، بس انت الاول ساعدني وقول لي ابوك بيشتغل في ايه، انا انقذت حياتك مرتين فمن المفترض انك بقيت بتثق فيا، ولو حد اذاك علشان اتكلمت هنقذك للمرة التالتة. بيك قال له مكيب اللي كلمتك عنه هو اللي بيدير كل شيء في حياتنا، وهو حتى اللي مدخلني الجامعة اللي انا فيها، والبوديجارد اللي كان معايا ما كانش هدفه يحميني، بالعكس هو كان بيراقبني وبيشوفني رايح فين وجاي منين علشان مكيب يبقى عارف تحركاتنا كلها. واللي خطفوني من 5 سنين وقطعوا وداني كانوا رجالة مكيب، وتحديدا اللي قطع وداني كان بولي، ومكيب عمل كده علشان يجبر ابويا ينفذ كل تعليماته. فريتشارد سأله اشمعنى مكيب اختار يشتغل مع والدك؟ بيك قال له لان والدي ما كانش عاجبه الاجراءات والفلوس اللي الحكومة بتفرضها في الجمارك، فكان بيدي رشاوي لضباط الجمارك والعمال على رصيف الشحن، وبالتالي يقدر يشحن البضاعة بتاعته بره امريكا بسهولة. ومكيب سمع عن كده فقرر يشتغل مع والدي لان شغل والدي
والدي هيبقى ستارة ليه ويقدر يشحن اي شيء لبره امريكا في عربيات الشحن بتاعتنا. وهو ريتشارد بيقول له يبقى اكيد مكيب بيهرب الممنوعات مع بضاعة والدك. بيك قال له انا الصراحة معرفش مكيب بيهرب ايه ولا حتى ابويا يعرف. وعلى الجانب الاخر سوزان وفيلانوفا وصلوا لرصيف المينا وشافوا عربيات شحن شركة زكاري وبيصوروا العمال وهما بيخرجوا الصناديق وبيشوفوا كوين وبيحسوا انه شخص مهم. وبعدها ريتشارد بيوصل بيك للقصر وزكاري بيقول لريتشارد انجل بعت لنا لوكيشن مكان المجرمين اللي خطفوا بيك، فانا وانت وتشيبمان هنروح على هناك. وريتشارد بيدرك ان خطته نجحت واللي كان عايزه حصل وبيركب معاهم وبيتحركوا وبالليل بيوصلوا الغابة وبعدها بيتوقفوا في مكان قريب من اللوكيشن وبيطلعوا اسلحة من الشنطة وزكاري بيأمرهم يقتلوا كل المجرمين. وريتشارد وتشيبمان بيتقدموا لوحدهم في الغابة وبيشوفوا بيت قدامهم وريتشارد بيقول له اكيد المجرمين مستخبين في البيت ده. تشيبمان قال له جايز هم عملوا لنا كمين وانا مش هخش الكمين برجليا. ريتشارد قال له انا مش هرجع اقول لزكاري اني كنت جبان وخايف، حتى لو عملوا علينا كمين فانا كده كده داخل. وتشيبمان بيضطر يجي وراه وريتشارد بيتقدم وبيتفقد البيت وبيكذب على تشيبمان وبيقول له انا شفت 6 اشخاص جوه بس هم خدوا حبوب ممنوعات ومتخدرين تماما واسلحتهم بعيدة عنهم، تعالى نهجم عليهم فجأة من الباب الامامي. وتشيبمان بيوافق وبيقتحموا البيت وهو ريتشارد رفع عليه السلاح من الخلف واجبره يسلم سلاحه وبيأمره يتكلم ويقول فين مكان تريزا. تشيبمان قال له انا كنت حاسس من البداية اني ما ينفعش اثق فيك وتوقعت انك ظابط، انا مش هقدر اقول لك على مكان تريزا لان مكيب لو عرف هيقتلني وانت ظابط ومش هتقدر تقتلني، اخرك تقبض عليا. بس ريتشارد بيخيب ظنه وبيقتله وقام ضارب نار في البيت علشان زكاري يسمع الصوت ويفهم ان في اشتباك بيحصل هنا. وبعدها عور نفسه ويطلع علب مبيدات حشرية وحطها في الميكروويف وبالتالي البيت بينفجر وريتشارد هرب منه ورجع لزكاري وقال له لازم نهرب حالا وتشيبمان مات والمجرمين عملوا علينا كمين وقدرنا نقتلهم كلهم ما عدا واحد رمى علينا قنبلة وقدرت انجو بحياتي لكن تشيبمان معرفش وانا قدرت احصل منهم على المسدس ده. وزكاري بيتعرف عليه وبيقول ده مسدس انجل وزكاري بيخمن ان انجل خاين لان هو اللي جابنا المكان ده واتعمل علينا الكمين وبيدي المسدس لريتشارد وبيقول له خليه معاك علشان انت تستحقه. وريتشارد بيقول له انا عايز مكافأة على اللي حصل ده. زكاري قال له انا هديلك اكتر من المكافأة، انا هخليك دراع اليمين. وريتشارد بيبتسم لان خطته نجحت نجاح باهر. وزكاري بيتصل بمكيب وبيحكي له على اللي حصل وبيقول له انجل اللي انت شغلته عندي طلع خاين. وريتشارد بيروح لبيت سوزان وفيلانوفا بعد ما وصل زكاري وريتشارد بيحكي لهم على اللي حصل وبيقول لها زكاري اكد لي ان مكيب هو المسؤول عن كل حاجة. وسوزان بتوري له كل الصور اللي صوروها وريتشارد بيشوف صورة كوين وبيقول لهم هو ده الشخص اللي بدور عليه. وسوزان بتسأله ايه علاقتك بكوين، انا ليا الحق اعرف انا متورطة مع مين بالظبط. فريتشارد بيحكي لها ان الموضوع بدأ بقضية جات لي زمان ايام ما كنت ضابط في الجيش وساعتها عرفت ان في ضابطة في الجيش اسمها دومينيك هتساعدني في القضية. ودومينيك بتفهم ريتشارد انها بتحب شغلها جدا وهتبذل قصارى جهدها في القضية دي. وريتشارد في البداية ما كانش حابب حد يشتغل معاه لكنه بيتفائل بالبنت دي وبيديها ملف القضية اللي كانت تخص تاجر أسلحة والمتهم اسمه رولاند. وريتشارد بيقول لها أنا عندي نظرية معينة بخصوص القضية دي، هل تقدري تاخدي بالك منها؟ ودومينيك بتقرأ ملف القضية بسرعة وبتقول له رولاند عنده 40 سنة وكان ضابط جيش سابق وسجله الجنائي نضيف ومرتكبش أي جرائم، وفي أغلب الأحيان مفيش مجرم بيرتكب أول جريمة ليه بعد سن ال40 وكمان هو مش عليه ديون وعنده عيلة بيحبها، فبالتالي رولاند مش هو تاجر السلاح، هو متورط مش أكتر. وريتشارد بيعجب بذكائها وتحليلها وبعدها هما الاتنين راحوا يراقبوا رولاند وشافوه بيسلم معلومات مهمة وبيحطها في صندوق الزبالة لكنهم استغربوا إن مفيش حد جه وخد المعلومات وبيتضح إن رولاند كان عارف إنه بيتراقب وراح حط المعلومات الحقيقية في صندوق زبالة تاني وهو ريتشارد ودومينيك ما خدوش بالهم فقرروا يقبضوا على رولاند ويحققوا معاه وبيكدبوا عليه وبيقولوا له احنا قبضنا على زميلك وفتن عليك وقال انك عندك معلومات هتفيدنا وانت كده هتنال عقوبة الاعدام لانك خنت بلدك وبتشارك في عمليات تجارة السلاح وبتبيع اسرار الدولة. فرولاند بيخرج عن صمته وبيقول ان تاجر السلاح خطف بنتي واجبرني اشتغل عنده وما باخدش حتى اي مقابل، المقابل الوحيد انهم يسيبوا عيلتي بخير. ودومينيك بتسأله عن اسم الشخص ده بس رولاند بيرفض وبيقول لها الموضوع فيه خطر عليا وعلى بنتي. قالت له تاجر السلاح ده هيفضل مسيطر عليك لانه عارف
عارف نقطة ضعفك وعمره ما هيسيبك في حالك، ويوم ما يستغنوا عن خدماتك هيقتلوك، فلازم تتعاون معانا. فرولاند بيقول لها اسم تاجر السلاح هو كوين، وده كان شغال في المخابرات العسكرية، وده عنده علاقات في كل مكان وراجل خطير جدا. وريتشارد بيفرح بأداء دومينيك في التحقيق، ولأنها اتصرفت بالظبط زي ما ريتشارد كان هيتصرف. وبعدها دومينيك وريتشارد بحثوا عن كوين وعرفوا انه بيبيع اسرار الدولة لشخص اسمه صفوان. فريتشارد بيقرر ياخد دومينيك وظابط اسمه توني ويواجهوا صفوان. وريتشارد بيعرف نفسه بيقول له انا ظابط جيش، وجالنا معلومات انك بتشارك في تجارة غير شرعية وتخص اسرار الدولة العسكرية، وعايز استجوبك بخصوص الموضوع ده. بس صفوان بيرفض يتكلم معاه. فريتشارد بيضرب 2 من رجالته وبيرفعوا عليهم الاسلحة. وريتشارد بيقول لرجالة صفوان بلاش تضيعوا حياتكم لاجل الزعيم بتاعكم. ورجالة صفوان بتقتنع بكلام ريتشارد وبيمشوا وبيسيبوا صفوان لوحده. وريتشارد بيمسك صفوان وبيهدده انه ممكن يقبض عليه ويخبيه في مكان محدش يعرفه الا لو ساعدتنا في القبض على كوين، وساعتها هسيبك تخرج بره البلد ومش هقبض عليك. وصفوان بيضطر يوافق. وبعدها ريتشارد كان ناوي يقبض على كوين، بس الاول هيستنى تحصل عملية تبادل المعلومات ما بين كوين وصفوان علشان يقبض على كوين متلبس. وفعلا عملية التبادل بتتم. صفوان بياخد اسرار الدولة العسكرية وكوين بياخد الفلوس، والظابط توني صورهم. وبعدها توني راقب كوين وعرف بيته. وريتشارد ودومينيك قابلوا صفوان علشان ياخدوا منه الاسرار اللي خدها، وبعد ما بيتاكدوا انها فعلا اسرار الدولة بيظنوا ان القضية كده اتحلت وكوين هيتقبض عليه لا محالة. وريتشارد بيقول لدومينيك انت بذلت مجهود كبير في القضية دي، وانا مش بحب اخد مجهود الاخرين، فانت لا تستحقي تقبضي على كوين. ودومينيك بتفرح جدا وبتشكر ريتشارد وبتمشي علشان تنفذ عملية اعتقال كوين. لكن بيعدي وقت كبير ومفيش اخبار عن دومينيك، فريتشارد بيقلق جدا وبيقرر يقتحم بيت كوين بفرقة عسكرية، وبيتصدم لما بيشوف جثة الضابط توني وبيعرف ان كوين قدر يخطف دومينيك. والقائد بتاع ريتشارد بيتساءل ليه كوين خطف دومينيك بدل ما يقتلها. ريتشارد بيفكر وبيوصل لاستنتاج وان قضية القبض على كوين هتقع لو مفيش شهود، فبالتالي هدفه انه يقتلني انا ودومينيك وتوني. فهو خطف دومينيك علشان يضغط عليها ويعرف اسمي، وبعدها يقتلها ويجي يقتلني. وريتشارد والقائد بيعرفوا ان كوين بيمتلك بيت في المدينة في وسط الغابة، فريتشارد بيقرر يتحرك لوحده على هناك بدون ما يستنى الفرقة العسكرية حتى. وبيوصل لبيت كوين وبيخش بحذر شديد، وللصدمة بيلاقي جثة دومينيك متعلقة بعد ما تم تعذيبها حتى الموت. وريتشارد بيتضايق جدا عليها وقدر يمسك كوين قبل ما يهرب وخد منه المسدس. وكوين بيحاول يتلاعب بريتشارد وبيقول له دومينيك اصلا كانت شغالة عندي انا وكانت هتسلمك ليا علشان اقتلك، لكنها طمعت وطلبت مني فلوس اكتر ففقدت اعصابي وقتلتها، فتعال نعمل صفقة سوا، هسلمك اسامي مسؤولين كبار في الدولة بيعملوا اعمال اجرامية وهم اللي ادوني اسرار الدولة، وفي المقابل هتسيبني امشي. بس كل الحيل دي مش بتخش على ريتشارد وبيسأله ايه اسم دومينيك الاولاني، وكوين ما يعرفش يرد، فبالتالي هو كذاب وكان هيهجم عليه. بس ريتشارد سبقه وخده على حافة الجبل وضربه برصاصة في نص راسه ووقع في المية. وبنرجع لأرض الواقع وريتشارد بيقول لهم أنا قتلت كوين بمسدسه، واتضح إن كوين كان حاطط ذخيرة صغيرة فالرصاصة ما اخترقتش دماغه وسببت له فقدان في الذاكرة لليوم اللي اتضرب عليه نار، وأنا اعتقدت إنه مات، بس ما كانش ينفع في التحقيق الواحد يفترض افتراضات. وريتشارد بيقول لهم كمان إن دومينيك كانت من الناس القليلة اللي بتنفذ شغلها على أكمل وجه وعارفة إمتى تهزر وإمتى تبقى جد وقادرة تبقى مستعدة دايما لو الوضع اشتد. دومينيك كان المفروض تصبح ذات شأن عظيم، وسوزان وفيلانوفا بيتعاطفوا مع ريتشارد وبيفهموا حساسيته تجاه الموضوع ده وبيوعدوه إن كوين هيموت. وسوزان بتقول أنا عايزة أنقذ حياة تريزا ومش عايزاها تموت في القضية دي بسببي. وبعدها ريتشارد بيرجع لقصر زكاري وبيقعد مع الطباخين وبيعرف منهم إن في رجال أعمال كبار هيحضروا عيد ميلاد زكاري. وتاني يوم الصبح الشغالة بتدي ريتشارد لبس جديد لأن ريتشارد دلوقتي بقى الدراع اليمين لزكاري فلازم يبقى لابس أحسن لبس. وريتشارد بيشوف بيك من شباك أوضته وهو بيتدرب على الملاكمة فبيروح له وبيتدرب معاه علشان يحسن من قوته، ولو حد اتنمر عليه بعد كده أو ضايقه يعرف يتصرف معاه. وزكاري بيشوفهم من بعيد وريتشارد بيقول له لو انت داخل قتال وانت الأضعف فيه يبقى لازم انت اللي تبدأ ضرب ولكمتك تكون قوية. بينما سوزان وفيلانوفا كان معاهم اللابتوب بتاع أنجل وكانوا قرروا يفتشوا في كل شركات ومخازن زكاري علشان يدوروا على تريزا، وبيبدأوا بإحدى المخازن. وفي نفس الوقت زكاري بيقول
بيقول لريتشارد إن مكيب بعت رجالته على المخزن علشان ياخدوا لابتوب أنجل علشان اللابتوب عليه كل مواعيد تسليم الشحنات، لكنهم لما راحوا ما لقوش اللابتوب، بس اللابتوب فيه جهاز تتبع. ورجالة مكيب عرفوا إن اللابتوب في إحدى المخازن بتاعتي، فهم رايحين على هناك دلوقتي. وزكاري بيديله العنوان وبيأمره يروح يساعد رجالة مكيب ويقتل المجرمين اللي معهم اللابتوب. وريتشارد بيقلق وبيفهم إن سوزان وفيلانوفا في خطر، وبيتحرك بسرعة وبيحاول يتصل بيها بس تليفونها كان مقفول. وسوزان وفيلانوفا كانوا فتشوا المكان وما لقوش تريزا. وبعدها بثواني بيوصلوا رجالة مكيب وبيشوفوا عربية غريبة في المكان، فبيجهزوا علشان يقتلوا الناس اللي جوه. وريتشارد بيتصل بإليوت وبيفهمه الوضع الحالي، فإليوت بيقول له أنا هحاول أوصل لتليفون المخزن اللي هم فيه. وفعلا إليوت بيعرف رقم المخزن وبيتصل، وسوزان بترد وبتعرف إنهم في خطر. وفورا رجالة مكيب بيبدأوا يضربوهم بالنار والضباط بيردوا عليهم. وريتشارد بيوصل في الوقت المناسب وبيخش يقتل كذا واحد من رجالة مكيب، وسوزان كمان بتنجح في قتل واحد منهم ومش بيتبقى غير شخص واحد. وريتشارد بيقول لسوزان الراجل الوحيد ده لازم يعيش علشان ما ينفعش يبقى فيه كمين تاني اتعمل وانا الوحيد اللي اطلع منه عايش، كده هيشكوا فيا انا. اهربي انتي وفيلانوفا وتخلصي من اللابتوب وانا هضمن سلامتكم. وسوزان بتسيبه وبتمشي، وريتشارد بيضرب نار على الشخص الوحيد اللي اسمه هارلي وبيعطله لحد ما سوزان وفيلانوفا يهربوا. وريتشارد بيقول لهارلي يلا اركب علشان نلحقهم. وريتشارد بينطلق وراهم بس بيمشي قاصد على بركة من الطين علشان يبقى عذر يخليهم ما يعرفوش يطاردوا سوزان وفيلانوفا. وهارلي عرف من الذخيرة اللي اتضربت عليه انهم كانوا بيحاربوا 2 من المباحث الامريكية، وبعدها بيرجعوا للقصر وبيرموا جثث الناس اللي ماتت في البحر. وريتشارد بعدها بيتصل بسوزان وهي بتقول له احنا حفظنا من اللابتوب 5 اماكن من مخازن وشركات زكاري وهنتفرق انا وفيلانوفا علشان نفتش فيهم بسرعة. وبعدها ريتشارد بيخش المطبخ وبيقابل 2 من رجالة مكيب، وريتشارد مش بيحب وجودهم، وهو واحد فيهم بيعاكس الشغالة أنت، والشغالة ردت عليه وشتمته. فالراجل كان رايح يضربها بس ريتشارد وقفوا عند حده، والراجل التاني خاف من ريتشارد، والشغالة أنت بعتت أكل في أوضة ريتشارد كشكر منها ليه. وبنروح للظابط إليوت اللي كان قاعد لوحده وبيحرس البودي جارد كوبر اللي هو كان السواق بتاع بيك. وكوبر كان بيحاول يلاقي طريقة علشان يتحرر، وبيترجى إليوت يولع سيجارة ويديها له، وبالرغم ان ده مخالف للقوانين اللي حطتها سوزان بس إليوت بيوافق وبيقوم يجيب سيجارة. وكوبر شرب شوية من إزازة الكحول وإليوت حط السيجارة في بق كوبر، ولما جه يولع كوبر نفخ الكحول في وشه وضربه برجله كذا مرة لحد ما قتله، وبعدها حرر نفسه وهرب من المكان. وسوزان رجعت بالليل وشافت إليوت ميت واتصلت بريتشارد وقالت له كوبر هرب ولو راح بلغ زكاري فانت كده هتتكشف. وريتشارد قال لها لسه معايا وقت عقبال ما كوبر يوصل لقصر زكاري، احنا لازم نمنعه قبل ما يوصل. وبيأمر سوزان تروح تقطع الكهرباء عن المنطقة، وبيتصل بفيلانوفا وبيأمره يكون قريب من قصر زكاري. وبعدها سوزان بتنفذ الامر وبتقطع الكهرباء، وزكاري بيقلق من قطع الكهرباء. وريتشارد بيقول له جايز الرجالة تبع انجل اللي عملوا كده، فانا هخرج من القصر وهتفقد مداخل ومخارج المكان علشان اتأكد ان محدش هيهجم علينا. وريتشارد بيأمر فيلانوفا يوقف عربيته بالعرض على الطريق، وبعدها هما الاتنين بيستجمعوا كل قوتهم وبيقلبوا العربية على ظهرها. وريتشارد بيأمره يخش العربية ويستنى شوية علشان يبان كأنه عمل حادثة، وريتشارد راح يستخبى وسط الزرع. وبعدها بدقايق كوبر بيوصل وما كانش عارف يعدي الطريق بسبب عربية فيلانوفا، وبينزل يشوف مين اللي اتقلب، وبيجي ريتشارد من الخلف وبيقتله وبيخلص منه. وريتشارد بيتصل بسوزان وبيعرفها ان كوبر مات، وبيشكرها انها بلغته بهروب كوبر، وبيقول لها لولاكي لكان زماني انا ميت. بينما في القصر بتاع زكاري مكيب بيأمر زكاري يفتش كل الطاقم اللي شغالين عنده في القصر، وفعلا رجالة زكاري بيبدأوا في تفتيش كل الأوض ومنهم أوضة ريتشارد. وريتشارد وصل القصر ودخل يقول لزكاري ان الدنيا امان بره، وزكاري بيقول له انا اكتشفت ان في شخص في البيت بيخوني وشغال مع المباحث. وريتشارد بيعتقد انه اتكشف وبيمسك اقرب حاجة منه علشان يجهز للقتال، بس بيطلع ان الخادم
الخاين الخدامة أنت، وكانت مخبية في أوضتها تليفون زي اللي مع ريتشارد. وريتشارد بيقول وليه المباحث حطت جاسوس في البيت؟ بولي قال له علشان احنا بنشتغل في تجارة السلاح. وهنا ريتشارد عرف معلومة مهمة، بس ما كانش عاوز أنت يحصل لها حاجة وبيطلب يتكلم معها لوحده، لكن بيتصدم لما بيعرف ان بولي قتلها بدم بارد. وريتشارد بيتعصب من كده وبيضربه في بطنه، بس مش بيحصل له حاجة، وبولي ردله الضربة وجابه أرض. وريتشارد أدرك انه مش ند إطلاقا لبولي، وبيروح يشوف جثة أنت وبيتضايق جدا عليها، وبيروح يتصل بسوزان وبيقول لها اتضح ان زكاري ومكيب بيهربوا أسلحة مش ممنوعات، وبيبيعوا الأسلحة لزعيم العصابة برادو، وعلشان كده الكلب البوليسي ما شمش حاجة في المقطورة لأن الكلب بيتعرف على ريحة الممنوعات بس. وسوزان بتقول له أنا عرفت من لابتوب أنجل إن مكيب منتظر شحنة كبيرة، وبالتالي هتبقى مليانة أسلحة، وأكيد اللي هيشتروا منه الشحنة هم زعماء عصابات من مختلف الأنواع، سواء كانوا إرهابيين أو تجار ممنوعات أو مرتزقة. وده يفسر ليه سوزان شكت إن زكاري بيتاجر في الممنوعات، لأنه أكيد بيتعامل معاهم. وتاني يوم زكاري بيقول لريتشارد تعالى معايا للمخزن علشان الرئيس بتاعي استدعانا لهناك. وريتشارد بيتصل بسوزان وبيعرفها، فسوزان بتقول له يبقى انت اكيد هتقابل كوين، فبلاش تروح معاهم لان كوين ممكن يطلع مزيف موضوع فقدانه للذاكره، ولو شافك وافتكرك هتبقى مصيبه، فحاول تهرب باي طريقه. ريتشارد قال لها لو فعلا اتعرف عليا فانا هضمن اني اقتله الاول وبعدها هحاول اهرب. سوزان بتقول له ما ينفعش كوين يموت دلوقتي لاني لسه معرفش فين مكان تريزا. ريتشارد قال لها تقبلي الوضع، اكيد تريزا ماتت لانهم قتلوا الشغاله بمجرد ما عرفوا انها جاسوسه، فليه هيخلوا تريزا عايشه؟ وهي بتقلق لان كلامه بنسبه كبيره صح. وريتشارد بيقفل معاها وبيوصل مع زكاري للمخزن وبيشوف كميه كبيره من الاسلحه المتخزنه في الصناديق، وبيوصل مكيب وبيقابلهم اللي بيطلع ان هو كوين، وبيكلم زكاري بنبره حاده لانه كان مشغل عميله مباحث في بيته. ومكيب بيقول له انا المفروض اقتلك لان بسببك انا كنت ممكن اخش السجن، بس مضطر اسيبك عايش لان اللي هيشتري مننا الاسلحه يعرفك. وفي نفس الوقت سوزان وفيلانوفا كانوا بيراقبوا المكان وبيشوفوا شخص داخل المخزن وشايل فستان اخضر، فبيتوقعوا ان تريزا لسه عايشه. ومكيب بيقول لزكاري افضل تصرف عملته من فتره انك شغلت ريتشارد معاك لانه هو اللي كشف انجل. وبنلاحظ ان مكيب مش فاكر ريتشارد فعلا بسبب فقدانه للذاكره، وريتشارد كان متمالك اعصابه وبيشوف الفستان الاخضر وبيقول لمكيب ما كنتش اعرف ان راجل مشغول زيك عنده علاقات نسائيه. مكيب قال له لا انت فاهم غلط، دي كانت السكرتيره بتاعت زكاري لكنها اتصنتت علينا وسمعت معلومات مهمه، فقررت ابيعها للمشتري اللي هيشتري مني الاسلحه وتبقى جزء من الصفقه. وبعد دقايق بيوصل زعيم العصابه الروسي تاكاروف، وبنعرف ان مكيب استلف فلوس قبل كده من تاكاروف وكان المفروض دلوقتي يرجع له الفلوس زائد الفوائد، لكن مكيب بيديله جزء من الفلوس وبيتاسف له وبيقول له الاسلحه اللي عندي اتاخرت في البيع بس هجيب لك باقي الفلوس قريب. والزعيم الروسي مش بيعجبه الكلام ده وبيحذر مكيب من التاخير وبياخد بعضه وبيمشي. وبعدها ريتشارد وزكاري بيمشوا وريتشارد بيساله ايه اللي هيحصل لو مكيب ما دفعش الفلوس اللي عليه لتاكاروف. زكاري قال له الروسيين مش هيسيبوه عايش يوم واحد، وعلشان كده هو لازم يبيع الاسلحه بتاعته باي شكل علشان يقدر يسدد الفلوس اللي عليه للروسيين، ومهتمش ان المباحث بتفتش وراه. فريتشارد بيقول له وازاي مكيب مش معاه فلوس يدفعها؟ زكاري قال له لان مكيب حط كل فلوسه في عمليه شراء الاسلحه الاخيره لكن الشحنه اتعطلت في البحر، وده اللي خلى مكيب متوتر جدا. وسوزان وفيلانوفا بيعملوا تحريات وبيعرفوا بالمحل اللي رجاله مكيب اشتروا منه الفستان الاخضر، وبيسالوا صاحب المحل عن الشخص اللي اشترى منك الفستان، والراجل بيساعدهم وبيديهم رقم تليفون، فبيقرروا يبحثوا عن الرقم ده. وعلى الجانب الاخر في 2 من رجاله مكيب بيهجموا على بيت الضابط باول، الضابط اللي ريتشارد طلب منه يبحث عن نمره عربيه كوين، وبيكتفوه وبيعذبوا فيه وبيضربوه وبيسالوه مين اللي امرك تبحث ورا نمره العربيه، لكن باول بيرفض يتكلم، فمكيب يؤمر رجالته يعذبوا باول بطريقه اعنف. وفي نفس الوقت في 2 تانيين من رجاله مكيب رايحين يهجموا على نيلي في مكتبها اللي كانت لوحدها في المكتب، بس لحسن الحظ هي بتحس بيهم وبتفضل مستخبيه وبتهجم عليهم في الوقت المناسب، وقدرت تقتل واحد وضربت نار على التاني في مكان خطير وبتسيبه ما بين الحياه والموت. وهو بيترجى نيلي تجيب له عربيه اسعاف، فهي بتقول له قول لي مين اللي بعتك ليا علشان تقتلني، وهي ساعتها هجيب لك عربيه اسعاف. فبيقول لها مديرنا اللي اسمه كوستو امرنا نقتلك لانك بحثتي عن رجاله
رجالة من رجالته واللي هم أنجل وبولي وتشيبمان. فنيلي على طول بتتصل بريتشر وبتبلغه باللي حصل، وإن شخص اسمه كوستو هو اللي كان عاوز يقتلني، بس ريتشر ما كانش يعرف مين كوستو ده. فنيلي قالت له أنا هبحث ورا الاسم ده، وهو بتسيب المجرم يموت وبتمشي. ومكيب بيعرف إن الرجالة اللي بعتهم ورا نيلي ماتوا، فقرر يروح لبيت زكاري ويواجهه، وبيقول له في 2 ضباط في الجيش كانوا بيفتشوا ورايا وعن معلومات تخص رجالتي، واتضح ان ال2 ضباط دول كانوا في نفس الوحدة 110. وزكاري بيتصدم وبيقول له ريتشر كان في نفس الوحدة. فمكيب بيأمر بولي يروح يقتل ريتشر حالا، لكن بولي لما طلع لأوضة ريتشر لقاه مش موجود وكان هرب من الشباك. وريتشر راح يضرب نار على كاوتشات العربيات اللي في الجراج وخد شاحنة ضخمة وهرب بيها، ومكيب ورجالته فتحوا عليه بنار، بس لحسن الحظ ريتشر هرب بأمان ووقف في نص الطريق وقال لسوزان تعالي خديني علشان انا اتكشفت وعربيتي تعطلت على الطريق. وريتشر بيشوف رجالة مكيب جايين وراه بالبيتش باجي، فبيخش الغابة علشان يعرف يقتلهم، وبيستخبى ورا الشجر وبيقتل كذا واحد، وبيقف يتحامى في الشجر من ضرب النار، وبيتسحب على الارض وبيمشي بعيد، وبعدها بيغطي وشه بالطين علشان ما يبانش في الضلمة، وبينقض على رجالة مكيب واحد ورا التاني وبيقتلهم بطرق مختلفة، وبيخرج من الغابة بعد ما خلص عليهم. بينما مكيب كان عاوز ينتقم من زكاري لان زكاري كان غبي وريتشر عرف يخدعه، وبيخلي بولي يجيب بيك وبيحط رصاصة في خزنة المسدس وبيلف الساقية وبيديه البيك وبيأمره يصوب على نفسه، ولو ما عملتش كده فابوك هيموت. وبيك كان في قمة الخوف وبيضطر يسمع كلام مكيب وبيصوب على نفسه، بس بتطلع رصاصة فاضية. فمكيب بيأمره يجرب يصوب تاني على نفسه، وزكاري بيطلب من مكيب يتوقف وبيقول له انا هعمل لك اللي انت عايزه. مكيب قال له انا عايز اقطع الودن التانية. اما ريتشر فبيجتمع بسوزان وفيلانوفا بيبقى جاب معلومات عن رقم التليفون اللي خدوه من صاحب محل الفساتين، وبيقول لهم ان معظم المكالمات بتيجي من مكان اسمه بورت روم. فبيقرروا يروحوا على هناك دلوقتي، وبيشوفوا قارب بعيد في المية عن باقي القوارب، فبيستغربوا وبيقرروا يفتشوا القارب ده وبيعوموا لحد هناك ومش بيلاقوا حد في القارب، وبيكتشفوا ان تريزا كانت هنا ومربوطة. وفجأة هارلي بيوصل للقارب والاتنين بينزلوا في ضرب، وهو ريتشر بيولع في القارب وبيأمره يتكلم قبل ما النار تدمر القارب. وهارلي بيعترف وبيقول انا كنت بخبي تريزا هنا، بس بعد ما مكيب عرف ان ريتشر كان جاسوس قرر يغير كل شيء وما بقاش بيثق في حد، فنقل تريزا لمكان تاني، بس محدش يعرف المكان ده غير مكيب وبس. فبيسألوه امتى وفين هتتم صفقة بيع السلاح. هارلي قال لهم برضه معرفش لان مكيب غير كل حاجة. وبعدها ريتشر وسوزان سابوه يموت في النار ومشيوا. وتاني يوم نيلي بتروح ترفع السلاح على كوستو، الشخص اللي أجر 2 قتلة مأجورين علشان يقتلوها، وبيكون الراجل ده شغال عند مكيب. ولأن ريتشر ما قالش لنيلي أي معلومات عن القضية اللي شغال عليها، فنيلي بتهدده يتكلم ويقول كل حاجة عن مكيب وإلا هتقتله. وكوستو بيضطر يتكلم وبيحكي كل حاجة وعن الشغل اللي ما بين مكيب وزكاري، وبيقول لها طالما مكيب لجأ ليا وللقتلة المأجورين يبقى هو ناوي يغير اسمه وينتقل في الشغل مع شخص تاني بعد ما يقتل عيلة زكاري واي حد ارتبط بيه في الفترة دي. ونيلي بتدرك ان ريتشر في خطر شديد وبتضرب كوستو بقوة وبتقول له المرة الجاية ابعت رجالة اكتر علشان يقتلوني. بينما ريتشر وسوزان فضلوا 3 ايام يعملوا تحريات عن برادو تاجر الممنوعات الكبير اللي اشتغل مع زكاري قبل كده، ولو خطتهم مشيت كويس فاحتمالية انقاذ تريزا هتزيد. وبيروحوا تاني يوم يواجهوا برادو، وسوزان بتعرف نفسها انها شرطية في المباحث، وريتشر بيقول له احنا ممكن نتبلى عليك ونقول انك اعتديت علينا، وساعتها هتفضل شهور في السجن لحد ما يثبت انك بريء، والا انا عندي حل تاني انك تيجي معانا ونتكلم في موضوع معين. وبرادو ما كانش عنده حل تاني وبيوافق، وبيروحوا يتكلموا في مكان لوحدهم وبيقولوا لبرادو احنا فضلنا مراقبين تحركاتك ال3 ايام اللي فاتوا ومسكنا عليك 3 جرايم، فيا اما تخش السجن في كل التهم دي يا اما تقدم لنا خدمة، وانك تتصل بزكاري وتحدد معاه ميعاد، وانك هتقابله بكرة علشان تديله فلوس، وهكأنك عايز تشحن بضاعتك لمكان تاني، وساعتها احنا اللي هنروح نقابل زكاري مش انت. وبرادو كان شخص بيخاف جدا انه يتسجن، فبيوافق للمرة التانية على طلباتهم وبيتصل بزكاري وبيتفق معاه. بس مع ذلك ريتشر وسوزان جابوا ضباط مكافحة الممنوعات علشان يقبضوا على برادو، بالرغم انهم كانوا متفقين معاه
معاه. وتاني يوم ريتشارد وسوزان وفيلانوفا بيوصلوا للمكان اللي زكاري جاي فيه، وريتشارد اتفق مع نيلي ان هي اللي تقابل زكاري. وفعلا زكاري بيوصل وبيطلع ان مكيب قطع ودان زكاري، ونيلي بتعرف نفسها وبتقول له انا ريتشارد اللي بعتني ليك، واحب اقول لك ان انت وابنك هتموتوا لو ما سمعتش كلامي. مكيب اللي انت شغال معاه اسمه الحقيقي كوين، وهو زمان كان شغال مع عيلة عندها شركة شحن زيك، وبعد ما حس انه هيتكشف قتل كل العيلة وغير هويته وجه للمدينة دي علشان يشتغل معاك. فدلوقتي هو ناوي يقتل عيلتك زي ما عمل قبل كده. وزكاري بيصدق كلامها نوعا ما لانه نفسه يخلص من مكيب. ونيلي بتقول له احنا محتاجين نعرف امتى هتتم عملية بيع صفقة السلاح الكبيرة علشان نخلص من مكيب. بس زكاري بيقول لها مكيب ما بقاش واثق فيا وما قاليش على اي معلومات تخص عملية بيع الاسلحة. كل اللي قالهولي ان اللي هيشتروا الاسلحة جايين النهاردة من اليمن وهيوصلوا بطيارة خاصة، وانا بطلب منكم تتصرفوا بسرعة لان ابني كان ممكن يموت من مكيب. ونيلي بتقول له حاول تعرف معلومات اكتر، وبتديله رقم تليفون علشان يتصل على ريتشارد وبتسيبه وبتمشي. اما كوين فبيطلع انه حابس تريزا في مكان محدش يعرفه غيره، وبيبقى حابسها كل ده علشان يدخلها في صفقة بيع الاسلحة وبيديها حقنة ممنوعات، وبيتضح انه خلاها مدمنة وما بقتش عارفة تعيش من غير جرعة الممنوعات. وريتشارد والفريق بتاعه كله بيتجمع وبيفهموا ان اليمنيين اللي هيشتروا الاسلحة ناويين يستخدموها في عملية ارهابية على امريكا، لان كان سهل جدا زكاري يشحن الاسلحة لليمنيين، لكن بالشكل ده هم ناويين يوزعوا الاسلحة على الخلايا النايمة اللي في البلد ويعملوا عمليات ارهابية على الاماكن العامة. وبيقرروا يتصلوا بالمطارات ويعرفوا ميعاد وصول طيارة خاصة جاية من اليمن، وبالفعل بيعرفوا. ونيلي بتروح للمطار وبتشوفهم وصلوا وبتراقب تحركاتهم. وزكاري بيقول لكوين ان الاسلحة جاهزة للبيع، بس انت لسه ما قلتليش امتى وفين هنبيع الاسلحة. كوين بيقول له عملية البيع هتتم في ساحة الخردة الساعة 9 في وقت حفلة عيد ميلادك، ورجالتي هيفضلوا يراقبوا ابنك لحد ما العملية تخلص. زكاري بيقول له ما تقلقش انا هنفذ امرك بالحرف. وكوين بيمسكه من ودنه وبيقول له اياك تفكر تخني. وزكاري بيخرج من مكتبه وبيتصل بريتشارد وبيعرفه مكان وزمان صفقة الاسلحة، وبيقول له انا واثق فيك ان انا وابني هنخرج من الموضوع ده عايشين. وريتشارد كان ناوي يهجم هو وزمايله على رجالة كوين، بس سوزان وفيلانوفا كان عندهم رأي مختلف وانهم يبلغوا المباحث على اللي بيحصل علشان يجوا يساعدونا ويبعتوا معانا رجالة اكتر. وفي البداية ريتشارد كان رافض لان المباحث مش هتسيبه يقتل كوين، وريتشارد عايز يقتله بنفسه وينتقم لدومينيك. بس سوزان بتقول له دي الطريقة الوحيدة علشان ننقذ تريزا، وتريزا دي عميلة في المباحث فلازم المباحث تعرف باللي حصل لها. وسوزان وفيلانوفا كانوا مصرين يبلغوا مباحث الأسلحة، فريتشارد بيضطر يسمع كلامهم وبيروحوا يقعدوا مع العقيد دوج وبيقولوا له على كل المعلومات اللي وصلوا ليها في قضية كوين. والعقيد ما كانش عاجبه انهم اشتغلوا لوحدهم طوال الفترة دي، وبيقول لهم احنا اللي هنستلم القضية من دلوقتي وانتوا مالكوش دعوة بيها، لان ريتشارد ضابط جيش متقاعد وسوزان وفيلانوفا من مباحث الممنوعات، فانتوا مالكوش دخل بالقضية. وابطالنا بيعترضوا وبيقولوا احنا جبنا لكم القضية على طبق من ذهب فلازم نشارك فيها. العقيد بيرفض وبيقول لهم انتوا اشتغلتوا شغل غير قانوني، وكل اللي اقدر اعمله انكم تكونوا موجودين قريب من ساحة الخردة وهتراقبوا اللي هيحصل وبس بدون ما تتدخلوا ولا تشتبكوا. وريتشارد كان اكتر واحد متضايق لانه كده مش هيقتل كوين. وبالليل زكاري بيتأكد ان الشحنة وكل شيء ماشي تمام وبيروح لبيته اللي كان بيتظبط لعيد ميلاده، وبيقول لابنه خليك حذر من كوين لانه ناوي على شر. وكوين بيخش عليهم وبيأمر زكاري يروح لساحة الخردة علشان يقابل اليمنيين، وفي نفس الوقت ضباط المباحث بيأمنوا ساحة الخردة وشاحنات كوين اللي فيها الأسلحة بتوصل. وريتشارد وفريقه كانوا في غرفة المراقبة وبيتفرجوا على اللي هيحصل، بس ريتشارد مش بيقدر يفضل واقف ما يعملش حاجة وبيقول لهم انا هخرج اشم هوا. بس هو بيروح لعربيته وبيطلع بندقية كانس علشان يقتل بيها كوين، وسوزان بتشوفه وبتحاول تمنعه بس بتفشل، وبيروح ياخد مكانه وبيستعد وبيفتح مكالمة مع نيلي وبيعتقد ان اليمنيين وصلوا. بس نيلي بتقوله ازاي انا براقب اليمنيين دلوقتي وهم متجهين على بيت زكاري، وبيتضح ان الصفقة هتتم في بيت زكاري، وبيطلع ان كوين كذب على زكاري وعمل له فخ، وزكاري وصل للمكان ورجالة كوين وصلوا المكان علشان يقتلوا رجالة المباحث. بس ريتشارد بيكون ليه الأسبقية وبيفتح النار على رجالة كوين وبيحصل تبادل ضرب
نار ما بين المباحث ورجالة كوين، وريتشارد بيتقدم وبيقتل عدد كبير من رجالة كوين، وزكاري بيستخبى في العربية، وكل رجالة المباحث بيموتوا بسبب انهم اتغفلوا من الكمين. لكن ريتشارد كان في المرصاد، وزكاري خاف يتقتل ونزل استخبى تحت الشاحنة، وفي مجرم شافه وكان على وشك يقتله، بس ريتشارد انقذه على اخر لحظة، وبيشوف شخص لسه عايش وبيبعت رسالة لكوين، بس ريتشارد بيشوفه وبيرفع عليه السلاح وبيجبره يبعت رسالة لكوين ويقول له ان العملية تمت بنجاح. وسوزان وفيلانوفا بيوصلوا، وسوزان بتعرف من زكاري ان تريزا موجودة في القصر، وفي نفس الوقت في القصر كانت الحفلة شغالة واليمنيين بيوصلوا للقصر، ونيلي كانت بتراقبهم ومستخبية في الزرع، وبتتصل بريتشارد وبتعرفه بالوضع الحالي وبيفكروا ازاي هيقتحموا القصر. وريتشارد بيقول المفروض رجالة كوين هيرجعوا للقصر بعد ما خلصوا علينا، فاحنا هنرجع للقصر وكأننا رجالة كوين، وبالتالي هنبقى اقتحمنا المكان وهنمنع اليمنيين من شراء الأسلحة. فنيلي بتقول له وبالنسبة لبولي هنعمل معاه ايه؟ ريتشارد قال لها ده سيبوهولي، لسه في قتال ما بيننا ما انتهاش. اما كوين فبيستقبل اليمنيين وبيعرض على الزعيم بتاعهم يقضي ليلة مع تريزا عقبال ما رجالتك يقضوا وقت حلو في المكان، والزعيم بيوافق وبياخد مفتاح أوضة تريزا. وعلى الجانب الآخر ريتشارد وفريقنا بيركبوا عربيات رجالة كوين ورايحين على القصر، وريتشارد بيخلي الراجل بتاع كوين يسوق الشاحنة الأولى وهو بيهدده بيقول له لو اتكلمت هقتلك في مكانك، والشاحنة التانية كان سايقها فيلانوفا، وده علشان شكله مش مألوف، وبيقدروا يخشوا القصر وبولي مش بيشك في حاجة. وبمجرد ما دخلوا ريتشارد قتل الراجل بتاع كوين، لكن بعد ثواني بولي بدأ يشك ان في حاجة غلط علشان مش ده مكان وقوف العربيات، فريتشارد بيأمر فريقه يخشوا للقصر وانا هتولى مشكلة بولي. وفعلا فريقنا بيتسللوا للقصر، وكان معهم زكاري اللي حافظ كل مداخل القصر السرية، وريتشارد بيغفل بولي وبيحاول يخنقه بكل قوته، لكن بولي بيوقعه وبتدور ما بينهم معركة قوية بالايد، وبولي كان مقطع ريتشارد، وريتشارد حاول يوصل للمسدس بس بولي زقه بعيد وقال له القتال ده هيبقى قتال رجالة وبدون أسلحة، وريتشارد سدد له كذا ضربة مؤلمة بس بولي ما كانش بيحس بحاجة، وبيمسك ريتشارد وبيطيره وبيكملوا قتالهم في الحظيرة، وبولي مهما اتضرب مفيش حاجة بتأثر فيه وبيكسر على ريتشارد المكان، وريتشارد كان بيعافر معاه وبيطلع كل طاقته عليه، وفي النهاية بيقع عليهم رف مليان شكاير أسمنت، وبولي بيقدر يقوم لكن ريتشارد فقد الوعي، فبولي بيستغل الموقف وبيلف سلسلة حوالين رقبته، وريتشارد في اللحظة دي بيفوق وبيرفعه في الهواء بالرافعة وبيسيبه يتخنق ويموت، بس ريتشارد بيعرف يتصرف ولقى طريقة علشان يحرر نفسه، وكسر الرافعة وخرج علشان يخلص على بولي، ومسك عصاية ونزل في ضرب وسبب له إصابة في رجله، وبيقربوا من المحيط وبيختل توازنهم وبيقعوا هما الاتنين في المية، وكل واحد فيهم كان بيحاول يغرق التاني، بس طيار المية بيجري في الاتنين بعيد وده مش بيوقفهم وبيرجعوا يشتبكوا تاني سوا، وبولي مسك ريتشارد في المية علشان يخنقه ويموته، بس ريتشارد ضربه في مكان إصابته وبعدها سدد له ضربة قوية في رقبته، وأخيرا بولي بيموت وريتشارد بيعوم وبيتجه للقصر. وجوه القصر نيلي بتتنكر في هوية عاملة في المكان علشان تراقب تحركات كوين، وسوزان هتبحث عن تريزا، وفيلانوفا هيروح ينقذ بيك، وزكاريا هيفضل مستخبي علشان ما ينفعش يخش وحد يشوفه لأن من المفترض إنه مات، بس في واحد من رجالة كوين بيكشف فيلانوفا، فبتدور ما بينهم معركة قوية في الحمام، وبيك سمع صوت الضرب ولما راح علشان يشوف في ايه لقى فيلانوفا خلص على المجرم وقتله، وفيلانوفا بيقول له انا صديق ريتشارد، وريتشارد لما طلع من المية بيتصدم لما بيلاقي بولي وراه وبيطلع انه لسه عايش ومحدش فيهم عاوز يموت، وريتشارد وصل للقصر ودخل مع بولي في قتال ملحمي جديد وبيتخانقوا على اللي يوصل للسلاح، وبولي نجح وكان خلاص هيقتل ريتشارد بس السلاح طلع رصاصة من الخلف وقتل بولي، وبيطلع ان ريتشارد عمل حيلة بسرعة في السلاح والحيلة دي اتعلمها في الجيش. اما سوزان فبتدور في القصر كله لحد ما لقت تريزا لكنها ما كانتش في وعيها بسبب الممنوعات اللي كون اداها لها، والزعيم اليمني بيخش عليهم بس سوزان قتلته وقتلت الحارس بتاعه. اما ريتشارد فدخل المخزن وشاف الاسلحة اللي هيشتروها اليمنيين، واليمنيين كانوا جايين يتفقدوا الاسلحة بس ريتشارد قتلهم، وبعدها دخل القصر وبيقتل في رجالة كوين اللي قابلهم في سكته، وبقية اليمنيين كانوا بيتساءلوا
بيتساءلوا ايه اللي حصل، بس يكون قتلهم وسرق الفلوس اللي تهمه وهرب، ونيلي بتروح تطارده، والقصر بيتقلب لفوضى وكله بيضرب نار على التاني، وفيلانوفا بيأمر بيك يهرب علشان يبقى في امان، لكن كوين بيشوفه وبيخطفه وبياخده معاه كرهينة، لكن زكاري بيظهر وبيرفع على كوين السلاح، لكن كوين كان اسرع وضرب عليه نار الاول، وبيك حاول يقتل كوين بس فشل، وكوين هرب من غير الفلوس، وبيك راح يطمن على والده واللي يبقى ضحى بنفسه علشان ابنه، وكوين خرج من القصر بس بيتفاجئ بوصول العصابة الروسية وبيقبضوا على كوين علشان ما دفعش الفلوس اللي عليه، وريتشارد بيظهر وبيقول لتاكاروف ان كوين يخصني وانا عاوز اخلص حسابي معاه، بس تاكاروف كان رافض، فنيلي بتظهر ومعاها شنطة الفلوس بتاعت كوين وبتقول لتاكاروف سلم لنا كوين وهندي لك الفلوس والا هفعل القنبلة دي وكلنا هنموت، فتاكاروف بيضطر يوافق على العرض وبياخد الفلوس وبيديهم كوين، وكوين اصبح تحت رحمة ريتشارد وكلهم بيمشوا علشان يسيبوا ريتشارد يتصرف معاه بطريقته، وريتشارد بيقول له انت اكيد مش فاكرني بس هل فاكر دومينيك اللي انت عذبتها وقتلتها؟ وهنا كوين بيفتكر كل حاجة، وبمجرد ما افتكر ريتشارد قتله وخلص عليه، وبكده تبقى المهمة بالكامل تمت بنجاح، وريتشارد بيقول لبيك ان الشرطة هتجمد كل حسابات والدك البنكية فيلحق خد الفلوس اللي تقدر عليها واهرب وعيش لوحدك زي ما كنت عايز، وبيك بيقول له انا فرحان اني اكتشفت ان ابويا كان شخص كويس قبل ما يموت، كان نفسي بس اعيش معاه اكتر بعد ما اكتشفت حقيقته. ريتشارد قال له ما تفكرش في الماضي كتير علشان مش هتعرف تعمل معاه حاجة، وبيقول له خلي بالك من نفسك ومشي، وسوزان بتقول لريتشارد انا فقدت وظيفتي بسبب اني اشتغلت لوحدي من غير ما ارجع للمباحث، بس انا مش متضايقة وهكمل في حياتي، وقلت للمباحث اني اشتغلت في القضية دي انا وفيلانوفا بس ومرضتش اجيب سيرتك انت او نيلي، وقلت اني خدت منكم مشورة بس مش اكتر، وقلت كمان ان الروسيين هم اللي قتلوا كوين، وسوزان بتشكره انه ساعدها واشتغلوا سوا، وبعدها ريتشارد بياخد موتوسيكل من الجراج وبينطلق على الطريق علشان يخوض مغامرات جديدة، وهنا نكون وصلنا لنهاية ثلاثية مواسم ريتشارد. ما تنسوش تدوسوا لايك وساعدونا نوصل الحلقة دي ل10,000 لايك، واللي وصل لاخر الحلقة عايزك تحط ايموجي المسدس في الكومنتات علشان اعرف مين اللي عجبته الحلقة، وباي باي.